السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. موضوعنا اليوم كيف لاحظتوا في العنوان موضوع حساس وطابو من الطابوات ديال بلدنا العزيز اللي هو الإلحاد. كاين ناس كتقول كبرنا مسلمين، علاش غادي يجي شي واحد يقول ما كاينش الله؟ وناس كتقول انا ماشي ضد الله ولكن ضد الصورة اللي رسمتو لينا في الطفولة والمدرسة والمجتمع. اليوم غادي نحاولوا نفهموا علاش كيلحدوا بعض المغاربة، شنو الظروف اللي كتخليهم يشكوا، وشنو الدور ديال الدين، التاريخ، الفلسفة والمجتمع. ماشي باش نحكمو ولا لكن باش نسمعو ونتفكرو. المغرب ملي دخل الإسلام في العصر الأموي ولات الهوية الدينية جزء من الروح الجماعية، ولكن واش فعلا الناس ديما آمنوا بنفس الشكل؟ لا، طبيعة الحال. عرفنا عصور فيها التصوف اللي كيقرب الإنسان لله بالحب، وعصور فيها الفقه اللي كيركز على القانون، وعصور فيها الفكر اللي كيتفتح الباب للتساؤل. واحد المفكر بحال ابن رشد مثلا ما كانش ملحد، ولكن طرح أسئلة فلسفية كبيرة على علاقة العقل بالنقل. في التاريخ ديال الفكر المغربي كاينة جذور قديمة ديال الشك، ماشي ديال الإلحاد بمعنى المعاصر، ولكن ديال التساؤل، وهنا كيبدا الفرق. وبعض الشباب اليوم ماشي كيلحدوا باش يعارضوا ولكن باش يفهموا. كاين اللي كيتصدموا بسؤال الشر، علاش كاين الظلم، المرض، الحروب إلا كان الله رحيم؟ كاين اللي كيشوفوا أن الدين ما كيجاوبش على الأسئلة الوجودية الجديدة، ولا كيصطدم مع العلم، ولا ما كيشوفوش فيه معنى حياتهم. الفلسفة في هذا السياق كتعطيهم أدوات للتفكير، كتعلم الإنسان يشك، ولكن ماشي يسكن في الشك، ولكن يقلب على الحقيقة. المشكلة راه ماشي في الإسلام كدين، ولكن في كثير من الأحيان في طريقة تقديم الدين. الطفل المغربي كيتربى بزاف على الخوف، غادي تشعل فيك العافية، غادي تخرج من الملة، غادي تعذب في جهنم. قليل اللي كيتربى على حب الله، على التفكر ولا الرحمة. وبعد رجال الدين في السلوك ديالهم كيخليو الشباب يحسوا بالنفاق، كيهضروا على الايمان ولكن كيتصرفوا بالعكس ديالو. هاد التناقض كيولد الشك، والشك كيتحول في بعض الحالات الى رفض كامل. وبزاف من الناس اللي كيلحدوا ماشي حيت قراو نيتشه ولا داروين، ولكن حيت تعذبوا. شي وحدين عاشوا في فقر، موت، ظلم، تحرش، وسولو فين كان الله ملي كنت محتاجو. وكاين اللي كيعيشوا في عائلات متشدة كتخنق الروح ديالهم، ما كيختاروا يهربوا من كل ما هو ديني. الإلحاد هنا ماشي فكر فلسفي، ولكن صرخة نفسية. في الزمان ديال مواقع التواصل والسوشيال ميديا واليوتيوب، تيك توك، لي بودكاست، أي شاب في المغرب يقدر يسمع فكر إلحادي جا من أمريكا، أوروبا، أو حتى من عرب آخرين. بعض هاد الأفكار كتكون مؤطرة فلسفية وبعضها عاطفية ومبنية على التمرد فقط، ولكن في كل الحالات التأثير راه كاين، والحصانة الفكرية والدينية غالبا ضعيفة. والقرآن في بزاف من الآيات كيدعو للتفكر، ولكن المشكل هو أننا بعض المرات كنخافو من التفكير. كاين اللي كيقول اللي كيشك راه كافر، ولكن الإسلام على لسان فقهاء كبار كيفهموا أن الشك مرحلة في طريق الإيمان، وماشي في النقيض ديالو. الإيمان الحقيقي ماشي اللي ورثناه، ولكن اللي وصلنا ليه بعد البحث والشك والسقوط والرجوع. الإلحاد في المغرب راه ماشي ظاهرة كبيرة، ولكن كتكبر في الصمت. بعضها صادق وبعضها تمرد، وبعضها جرح نفسي. لكن إلا بغينا نواجهوها خاصنا ما نحكموش، ما نخافوش من النقاش، ونراجعوا طريقة عرضنا للدين بالحب، بالفهم وبالرحمة. الإلحاد راه ماشي عدو، ولكن راه رسالة أنه شي حاجة في المجتمع، في الفكر، في الدين خاصها مراجعة.
كاين فرق كبير بين الناس اللي كيلحدوا علانية واللي كيلحدوا في الصمت. الإلحاد اللي معلن علانية غالبا كيتلاقى مع العزلة، السب، وأحيانا التهديد، خصوصا في مجتمعات محافظة. أما الإلحاد الصامت فهو المنتشر، شباب، نساء، رجال كيعيشوا حياة عادية ولكن ما بقاوش كيآمنوا، أو على الأقل ما بقاوش كيصليو ولا كيصوموا، وكيقولوا ماشي من الضروري نعلن على شكوكي. هاد السكات في بعض الأحيان كيعني أنهم ملقاوش فضاء آمن للنقاش، لا داخل العائلة ولا في الجامعة ولا في المساجد. واحد من العوامل اللي كتغذي الشك هو الإعلام الديني اللي كيركز بزاف على الشكل، الحرام والحلال، وكيغفل جوهر العلاقة مع الله. كيفاش الشاب غادي يحس بالانتماء فاش كيسمع خطبة كلها تهديد، ولا فقيه كيهضر على المرأة كأنها مشكلة، ولا كيكفر الناس اللي غير مختلفين معاه؟ المحتوى الديني مبقاش كيجاوب على تساؤلات جيل تربى وسط التكنولوجيا، السرعة، وتعدد الأفكار. خاص تجديد في الخطاب، في اللغة، وحتى في النية. أما الطفولة المغربية كتأثر بزاف في بناء الإيمان، والطفل كيتعرض للضرب، التخويف أو التحقير في اسم الله غالبا غادي يربط بين الدين والعنف، ومنين يكبر ويولي يقرب راسو غالبا غادي يتمرد على داك الإله اللي كان سبب الخوف في طفولته. بالمقابل، الطفل كيتربى على التفهم، على أن الله رحيم قريب كيفهم، غادي يكبر وعنده علاقة صحية مع الإيمان. الإلحاد شي مرات ماشي فكرة، ولكن رد فعل على تربية مريضة. واش فعلا كاين غير إلحاد ولا كاين تحولات في شكل التدين؟ بعض الشباب مبقاوش كيهتموا بالطقوس، ولكن مازال كيآمنوا بالله، وكيقلبوا على الروحانية، التأمل، المهنة. هادو ماشي ملحدين ولكن ما كيتبعوش الدين التقليدي، كيآمنوا بشي حاجة ولكن ماشي ضروري تكون الدين الرسمي. في هاد الحالة خاصنا نفرقوا بين الإلحاد والتدين الفردي العصري. واش خاصنا نرفضوا الملحد؟ بطبيعة الحال لا، خاصنا نفهمو ونسمعو ونسولو شنو خلاك توصل لهنا. الإيمان الحقيقي ما كيخافش من النقاش، الله اللي خلق العقل ما غاديش يطلب منا نطفيوه. والحل ماشي في تخوين الناس، ولكن في فتح نقاشات عميقة صادقة وإنسانية، حوار ما بين المؤمن المشكك وحتى الملحد، في جوفيه الاحترام، التواضع، والرغبة في الفهم. وبعض الناس كيظنوا أن الإلحاد خيانة، ولكن في الحقيقة هو نداء صامت من روح كتقلب على المعنى، على الحب، على الله. لكن الله الحقيقي ماشي الله اللي تصورناه من الخوف. والإلحاد في المغرب ماشي مجرد فكر داخل، هو مرآة مشروخة كتورينا ضعف التربية، سطحية التعليم، قساوة المجتمع، ونفاق بعض المظاهر الدينية. وفي قلب كل ملحد غالبا كاين طفل صغير تظلم، تخوف، تبهدل، وتقال ليه سكت، ما تسولش. الإيمان ما كيحتاج تفكير، ولكن هاد الطفل ما سكتش، كبر وشك وبدا يقلب. ويمكن في هاد الشك بدا الطريق ديالو نحو الإيمان الحقيقي، الإيمان اللي ما كيجيش بالوراثة ولكن بالمواجهة، بالدموع، بالتفكير، وبالرجوع. وماشي كل ملحد ضايع، وماشي كل متدين ناجي. النية والصدق والتواضع أمام الأسئلة الكبرى هما اللي كيرسموا الطريق اللي ما كيعرفوش غير العلماء ولا الشيوخ، ولكن كيعرفوه حتى الناس البسطاء اللي كيقولوا في قلوبهم: يا ربي، انا ما فهمتش ولكن بغيت نفهم وبغيت نلقاك. الا بغينا نجاوبوا على الالحاد ماشي بالسيف ولا بالصوت العالي، ولكن بالحب، بالحوار، وباننا نرجعوا الدين مصدر ديال النور ماشي ديال الخوف. ربما الالحاد ماشي النهايه، ربما هو بدايه رحله جديده نحو الله، ولكن بطريقه اخرى، اعمق وانقى. يلا، السلام عليكم.